خل نروح حق موضوع ثاني. اللي هو موضوع ثاني هم، يعني احنا قاعد يعني الغرض من الفيديو اللي بنعرضه هي رسالة حق المسؤولين. طبعا ولا أحد راح يهتم، لا الوزير ولا الحكومة ولا المجلس ولا مسؤولين رياضيين حاليين ولا سابقين ندري بالموضوع، لكن ما حد راح يهتم، لكن بنحرق أعصابكم يا جماهير. احنا دورنا كإعلام نعرض المادة، لأن وعارفين طبعا ردة فعل الإخوان، مثل لما تكلمنا عن بانكوك وقصة إهانة اسم الكويت وعلم الكويت اللي ما حد تحرك، لا وزير ولا حكومة ولا مجلس. نفس الشيء راح نعرض لكم هالفيديو، شوفوا ويانا وبعد ذلك سنعلق. حياكم الله من جديد. ابو سعود، انا تابعت المباراه. هذه مباراه العراق والاردن، واول مباراه تقام فيها الملعب بعد ايش اسمه، جذع الشجره او شيء، جذع النخله، جذع النخل في البصره. في البصره صراحه ابداع، ملعب استاد ولا اروع، حضور جماهيري اروع واروع واروع، وفاز مع هذا المنتخب العراقي، واعتقد كان هدف تاريخي. فلما نشوف هالمناظر العراق اللي فيها مشاكل، الله ان شاء الله يهدي الانفس وان شاء الله ترد العراق مثل اول واحسن. متروسه مشاكل لكن نشاطهم ماشي. عبد العزيز، مباريات منتخب تلعب عندهم في ارضهم، استاد كبير يحمل او يتسع الكثير من الجماهير، ليش ما يصير هالامر عنده؟ نشاط ديرتنا ولله الحمد، فضل من الله، امن وامان والى اخره، لكن طق بيننا عطلنا. شو العراقيين تكاتفوا، واعتقد عزيز قالوا، انا ما شفت لكن اقرا بتويتر ان في مشهد اعتقد لوزير عراقي قاعد يبكي. نعم، ردة فعل. نعم. هو القصد من هالفيديو ابو محمد ان العراق رفع عنهم الحظر، نعم، وقدروا يلعبون الحين على ملاعبهم دوليا، والكويت للحين موقفه. هذا القصد ترى من الفيديو هذا اللي احنا نهني الاخوان في العراق، لكن القصد انه ثاني واحد ان اي طبعا السيد عبد الحسين العبطان هو وزير الشباب، جهود جباره يعني بين رئيس الاتحاد العراقي لكره القدم، وزاره الشباب، اتصالات. وانا اذكر خلال رحلاتي مع الشيخ احمد الفهد رئيس مجلس الاولمبي الاسيوي، كان تخيل ابو محمد يوميا يجتمعون مع ابو فهد يوميا، يحاولون يعني تقديم للامور الخاصه بان الامور طيبه وان العراق جاهز، ودائما اي زياره لوزير اي حدث رياضي يكون موجود فيه الشيخ احمد، تجد على طول وزير الشباب راح تعنى لمقر اقامه الشيخ احمد ويجتمع وياه، وحتى اجتماعاتهم تكون مغلقه للحديث عن هذا الموضوع. تخيل يعني، طبعا هذه غير زياراته اللي حسب ما عرفت ان كانوا يقولوا لي الوفد اللي معاه لما كنا نقعد معاهم، طبعا لما يجتمعون مع ابو فهد كنا نقعد برا بالمختصر، كانوا يقولوا لي تصدق احنا جايين من سيد جاني انفانتينو، وكنا رايحين عند اللجنه الاولمبيه الدوليه في لوزان، يعني رحلات مكوكيه عشان يحلون ويرفعون الحظر عن ملاعبهم. ابو سعود، واحنا هي رساله طبعا المسؤولين، انا متاكد لو يرفع الحظر عنا وعن رياضتنا، استاد جابر راح تشوفون فيه مثل هالجمهور واكثر. هالجمهور، شوف الجمهور اللي نشوفه الحين واكثر، شوفوا الناس شلون تستذبح لديرته. عندهم مشاكل، انتم ما عندكم مشاكل، كل واحد نايم بيته، المكيف شغال، ولا عندك ولا مشكله صدقني، لكن مشكلتك الوحيده انا وفلان ما نحب بعض، نبي نطق بعض، يبي يرد النشاط لا انا اللي مفروض ارده. شوف الناس تعاونوا لبلدهم، شوف 60,000 مشجع مستانس، حاسدين ما نبي خلوا هالشعب يستانس، حرام عليكم والله. عموما احنا نتمنى معالي الوزير خالد الروضان شاف دموع وزير الشباب العراقي وهو يستقبل أول مباراة رسمية دولية بعد رفع الإيقاف. نتمنى الإخوان أعضاء مجلس الأمة شافوا دموع وزير الشباب العراقي، نتمنى الإخوان في الحكومة شافوا دموع وزير الشباب العراقي. وأرجع وأذكر هالوزير ورئيس الاتحاد كانوا في رحلات مكوكية يا معالي وزير خالد الروضان، رحلات مكوكية
كل يوم من لوزان وين ابو فهد موجود. انا يعني عن قرب عشت هالموضوع. الشيخ احمد نروح مكاو، هذا الوزير لاحقنا لمكاو، نروح للصين جاي ورانا للصين، نروح لامريكا كان اجتماع الانوك جاي ورانا لامريكا. تخيل يعني كل مكان قاعد يروح يكون موجود في الشيخ احمد ورايح وراه بيجتمع معاه ويحل المشكله. انتم الحين يعني الشيخ احمد موجود هنا، نقعد مع بعض نحل المشكله، نشوف شنو اللي تبيه اللجنه الاولمبيه الدوليه، شنو تبونه يا الحكومه، شنو اللي يقدر يسويه الشيخ احمد، شنو تقدر تسويه الحكومه، ونحل الموضوع. مو معقوله يا اخوان.